مدركة تمام الإدراك إن الحياة صعبة وكلنا بنشتغل بإيدينا وأسناننا، ولكن لو عندك طفل فمن حقه عليك إنك تخصص له وقت، تخصص له حب، خليك أب حقيقي ليه. في مهارات كتير الطفل محتاج يتعلمها من الأب. البنت أو الولد محتاجين يلاقوا حب وحضن من أبوهم عشان ما يروحوش يدوروا عليه في أشكال تانية مؤذية ليهم في الحياة بره. المفروض كأمهات ما نحسش بالذنب لما بنسيب الولاد مع ابوهم، خصوصا بقى ان الوقت اللي بيقضوهم مع بعض ده بيخليهم مترابطين اكتر في المستقبل. دايما بنسمع عن قصص فيها الاب بيحس ان انا ATM، عيالي مش بيحبوني من اول حياته وانت مش موجود فيها. فما تتوقعش يعني ان فجأة يدخلك في قرارات حياته انت ما كنتش موجود وهو بيروح النادي، ما كنتش موجود وهو بيروح المدرسة، ما كنتش بتطمن هو اكل النهارده، ما كنتش بتتكلم معاه مين مضايقه. اكيد لما يكبر ويبدا ياخد قرارات في حياته، ازاي مستني منه انه يدخلك في حياته فجأة؟